نحط واحده قدام واحده، دي مش كره قدم. دي مباراه 90 دقيقه، نادي الاسماعيلي لم يقدم فيها شيء، ما لعبش بشكل كويس، ما اداش، ما راحش الجول غير في هجمه مرتده او هجمتين مرتدتين فقط لغير، ما استفادش منهم. عشان نتكلم بكل حياديه وبكل امانه، لا جهاد جريشه السبب ولا فلان السبب ولا الجماهير. الجماهير دي الزمالك يستحق الفوز في هذه المباراه بنسبه 99.9%. احسب عدد مرات وصول نادي الزمالك لخط ال 18 في مباراه الشوط الاول اعلى بكتير جدا. احسب مدى امتلاك نادي الزمالك للكوره، احسب تحركات نادي الزمالك اذا كان ابراهيم وصبري وعبد الشافي ونور السيد واحمد سمير، بعيدا عن احمد حسن واحمد جعفر. احسب دكه بدلاء والتغييرات اللي عملها فيرا بنزول احمد عيد عبد الملك، ادى انطباع اعلى وادى قوه اعلى بالنسبه لنادي الزمالك، ما معناه ان نادي الزمالك افضل بكتير جدا. جهاد جريشه لا يتحمل هزيمه نادي الاسماعيلي، ولا يتحمل ايضا ان الاسماعيلي يلعب في ثلاث بطولات، بطوله افريقيا وبطوله العربيه وبطوله الدوري الممتاز، واللاعب المصري لا يستحمل كل هذه المباريات. ما بالك اذا كان بيلعب في 3 مباريات؟ يعني احنا بنلعب في بطولتين، بطوله افريقيه وبطوله مصريه، بنقعد نتكلم على لجنه مسابقات يا جماعه بعد اذنكم اجلوا لنا مباراه، ما اجلناش مباراه عشان الضغط. الاسماعيلي بيلعب في 3 بطولات يا كابتن، بطوله عربيه، بطوله افريقيه، بطوله مصريه. صعب جدا ومستحيل، وده يعني ممكن يكون من الغرائب. ما عندهاش خبره، المشكله ان لعيبه كتير ما عندهاش خبره، ولاعب صغير ولسه بيعمل تشكيل جديد. فما يعني عشان ما نحطش بس شماعه على التحكيم ونقعد نتكلم على كابتن جهاد جريشه، وانا شايف ان قدم مباراه ممتازه جدا جدا. احتسابه لضربات الجزاء دي عمليه تقديريه، فعشان بس ما نثيرش الجماهير ونعمل تعصب ملوش اي لازمه، نرجع نشوف اخطاء نادي الاسماعيلي اثناء المباراه، اخطاء تشكيل نادي الاسماعيلي، اخطاء تغييرات نادي الاسماعيلي، الشغل اللي عمله كابتن صبري، وبعد كده نتكلم على الزمالك. انا شايف انه قد زي ما قلت لك مباراه في الشوط الاول كانت اكثر من رائعه، والشوط الثاني لغايه منتصفه عمل مباراه ممتازه جدا على المستوى الهجومي، وشافنا التحركات بتاعه طرفي الملعب. كابتن خالد، مستر فيرا هو بصراحه عاجبني، يعني عاجبني في بعض الامور، سواء كانت امور فنيه سواء كانت امور يعني خاصه بره الملعب في التعامل مع باب برادلي طبعا المدير الفني لمنتخب مصر. النهارده دفع باسلام عوض في واحده من المفاجات اللي ما كانش حد متوقع ان اسلام عوض ممكن يدفع بيه، يمكن بعد ما ارتاح للنتيجه دفع باسلام عوض بيديله برده. واضح ان هو لما يرتاح بعد كده هيدي لبعض اللاعبين كما هو ذكر يعني في لقاءاته قبل كده. بص يا كابتن، يعني خلينا نتكلم تعالى على نادي الاسماعيلي. نادي الاسماعيلي ما عندوش دكه بدلاء، وبيلعب في 3 بطولات، وبيحضر فرق الموسم اللي جاي، وفي لعيبه عندها بعض المشاكل اذا كانت هترحل او هتقعد او هتمشي، وبعض المشاكل مع مجلس اداره. تعالى نادي الزمالك وتغيير اسلام عوض اللي انت ذكرته، تغيير اسلام عوض بعد ما ارتاح للنتيجه، ما معناه ان نادي الزمالك بيضيف لاعب جديد لدكه البدلاء بيجهزه فنيا، وضغط المباراه اقل بكتير جدا من ضغط مباريات نادي الاسماعيلي، ما معناه ان دكه بدلاء نادي الزمالك فيها وفره كبيره جدا. ده برده راجع لان الزمالك فعلا عمل تعاقدات كبيره للموسم الماضي، ولكن في النهايه يحسب ان الزمالك بيلعب في بطولتين، الفرق بينهم 4-5 ايام في كل مباراه، ما معناه افضل بكتير جدا من النادي الاسماعيلي. انت فكر وانت بتلعب مع مثلا تريبل اللي هو بتاع مدغشقر، وبعدين تلعب مع اتحاد العاصمه، بعدين ترجع من اتحاد العاصمه على التريبل، وبعدين تيجي تلعب مع الزمالك. لا، التفكير بتاع اللعيب الذهني كبير جدا 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 في المباريات. حد ممكن يقول لك المباريات الاوروبيه والانديه الكبيره والبطولات الكبيره والبطولات المجمعه الكبيره، برضو ده في الوقت الحالي هي تناسب مع لعيبه للمره الثانيه والثالثه والرابعه ما كانتش بتلعب بقالها فتره كبيره جدا. هروح مع الكابتن محمود عبد العزيز لاعب نادي الاسماعيلي. كابتن محمود، اهلا